السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. وصفتنا اليوم بطاطا مقلية أو فريت صحي في الفرن، سهلة وسريعة التحضير. إذا عجبكم فيديو اليوم ديروا لايك وشاركوا في القناة باش توصلوا بالجديد. نخليكم الآن مع طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. طبعا غادي نحتاجوا البطاطا، الكمية طبعا على حسب الأفراد الأسرة، وغادي نقطعوها على شكل أصابع. فكناخذوا البطاطا وكنقطعوها على شكل دوائر. طبعا الكل كيعرف كيفاش يقطع البطاطا فريت. من بعد كنقطعوها على شكل اصابع. من الاحسن اننا نقطعوها شويه غليظه لاننا غادي ندخلوها الفرن. فالبطاطا اللي غادي نستعملوه هي البطاطا الحمراء، ما نستعملوش البيضه لان البيضه كتعجن. من بعد فاش نكون قطعت البطاطا كلها على هذا الشكل هذا، فكنوضعها في كاسرونه اللي فيها الماء وكنزيد عليها القليل من الملح. وطبعا الملح كيبقى على حسب الذوق. فكناخذ الكاسرونه وكنوضعها على النار وغادي نتسناها حتى تطلع فيها الغليه. فمن بعد ما كتغلي لينا البطاطا وكيطلع فيها داك الغليان، كنحسبوا دقيقه فقط صافي، وكناخذوها وكنصفيوها. نصفيوها في شي شبكه اولا كسكاس ونخليوها حتى تسقطر مزيان. عاد ممكن اننا نعملوها في الصفيحه اللي كتدخل الفرن. كناخذ ورق المطبخ وكنوضعوه على الصفيحه اللي كتدخل الفرن، وغادي نوضع عليه البطاطا. غادي نسرحوها مزيان، حاولوا ما نخليوش حبه فوق حبه. وغادي ناخذ واحد ملعقه كبيره ديال الزيت النباتي وغادي نوضعوه على البطاطا، وغادي ندهن مزيان ديك البطاطا بالزيت. فممكن تستغناو على ورق المطبخ الا ما كانش عندكم، فقط غير دهنوا الطاوه بالزيت مزيان. دابا غادي ندخلها الفرن ونخليها تحمر. من بعد ما خرجتها من الفرن كنخليها تحمر مزيان، ونحاول انني نقلبها مره باش تحمر من جميع الجوانب. فهي كتجي على هذا الشكل هذا، تجي مقرمشه وكتجي لذيذه. نتمنى انكم تجربوها لانها صحيه احسن من اننا نقليوها. كنتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم، ولا عجبكم كيف العاده ديروا لايك وشاركوا في القناه باش توصلوا بالجديد. شكرا لكم أخواتي على المتابعة. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.